عد معايا كده، بتعرف تعد لحد كام؟ عندك رينو تاليانت ب 675 ألف جنيه بتتباع في السوق ب 665. النيسان صاني ب 690 ألف جنيه برضه في السوق عليها عرض كبير جدا وبتتباع بخصم كبير جدا عن السعر الرسمي. عندك الأوبترا ب 725 ألف جنيه بتتباع ب 700 ألف جنيه أعلى فئة. بروتون ساجا ب 650 ألف جنيه بتتباع، ممكن تنزل تجيبها ب 625 ألف جنيه عادي جدا. عربيات زيرو موديل 2026، الواحد يسيب العربيات دي كلها ويروح يجيب كيا سيراتو 2010 مثلا. طب ازاي يا ابني؟ يعني انت حسبتها ازاي يا معلم؟ كيا سيراتو 2010 ب 600 700 الف جنيه، والانترا الجمل جمل ايه وسيراتو ايه؟ يقول لك اصل الكوري واصل الثبات والنيسان صاني مش عارف خفيفه. يا ابني هي يعني السيراتو ال 2010 هي اللي تقيله؟ يا ابني اذا كان السيراتو ل 2026 خفيفه برضه. يعني اصل السيراتو والانترا دول عربيات اقتصاديه، يعني حتى هم موديل السنه مش هي العربيات يعني الجامده قوي يعني. لسه في عربيات هتنزل شهر يناير اللي احنا فيه ده هتكسر الدنيا. سيبك بقى، ما تقعدش تشتري لي في مستعمل وتروح تخرب الدنيا. سبحان الله، ده حاجه غريبه جدا. انت غاوي قرف يعني، انت غاوي واقف عند صنايعيه وميكانيكيه وعفشجيه وتطلع مش عارف فيها جوان وفيها مش عارف. غاوي قرف. الزيرو بيريح، الزيرو ارخص من المستعمل وبيريح 5 6 سنين قدام، مش شايل هم حاجه. يعني الاول كان يقول لك احنا بنشتري المستعمل عشان ارخص من الزيرو، دلوقتي الزيرو ارخص من المستعمل لاول مره في التاريخ. مش عارف الناس اللي بتشتري مستعمل دي حاجه غريبه.